هما خايفين على الجنينة قوي، يعني لدرجة ان هما اي حد بيلعب في حاجة معينين امن مخصوص للموضوع ده. تمثال مين ده يا ابني؟ يا ابني رد عليا، مين ده؟ هو تقريبا ده جندي مصري حاجة زي كده، او الراجل اللي عمل الجنينة. ده ورق، معلبات، مأكولات. اه في بقى واحد راجل بقى ايه، رايق بقى روقان، راسم على علبة الكهرباء. اصورلكوا بس الطاحونة دي اول، جميلة جدا. النهارده مش حارمكم من حاجة، تعالوا كده ورايا. احلى جنينة في بورسعيد، احلى حديقة، احنا بنقول عليها جنينة معرفش ليه، بس هي حديقة يعني، احلى حديقة في بورسعيد. الحديقة دي لسه مفتوحة تقريبا من اسبوعين ثلاثة، وهي حديقة فريال التاريخية. هوريكم بقى المنظر ورايا اهو، في كراسي تمام زي ما انتم شايفين. طبعا انا مش عايز ابعد عن الكاميرا قوي عشان الميكروفون يلقط الصوت، ولكن زي ما انتم شايفين المنظر، الجنينه دي يعني بص لسه بشوكها. بص معايا المصور جامد جدا مشهور، بيصور معايا. مش هقول على اسمك طبعا. ايوه اديهم شوت كده. طب انا طيب مش مهم انا طيب ولا ايه؟ ايوه تعالى بقى ورايا. بصوا بقى الجنينه بقى تحتوي على عده ازهار، انا معرفش انواعها ايه بصراحه، بس هي ازهار شكلها حلو. نتمشى بقى. بصوا الجنينه دي ببلاش تماما، يعني الجنينه دي مجانيه 100%، مش هتدفع جنيه. اول حاجه بقى تاخد بالك منها ان هي جنينه طرازها. تعال نتمشى كده مع بعض، مش مهم انا دلوقتي. تعال نصور الجنينه. الجنينه دي يعني فيها كل حاجه، انا اول مره في حياتي اشوف جنينه بالجمال ده. انا دخلت جناين جديد كتير، كبيره وصغيره مشهوره، والجنينه دي من احلى الجناين اللي دخلتها في حياتي. الجنينه دي لسه يعني بكيستها. صور كده المنظر اللي على اليمين ده، ده بقى شكل المشاية. تعال نتمشى في المشاية اللي جوه دي ونروح على الكوبري. تعال يا هنا، هات كده انا اصور. ده شكل حاسب تقع. ده شكل المشاية. دي مشاية بقى في وسط الجنينة، شبه شغل اوروبي، كله شغل اوروبي. طبعا في كراسي هنا، ناس قاعدة بتصور. الجنينة رائعة الجمال يا جماعة، الجنينة رائعة الجمال. انا بقى في فيديو بورسعيد اللي فات الصورة طلعت مهزوزة، لكن الفيديو ده ان شاء الله اظبط لكم في الصورة على قد ما اقدر. شكل الجنينة اهو. في كوبري خشب بقى بس هم قافلينه صح؟ كوبري اهو. في بقى مسرح هناك، انا نفسي اعرف ايه لازمته، يعني هو المسرح اللي هناك ده ايه لازمته؟ هل ده مثلا بيعملوا عليه عروض مثلا؟ في بقى حتت برضو مانعين ان الناس تقعد فيها عشان ما تخربش فيها. احنا عشان بس هنحاول ايه يعني ما نضايقش الناس واحنا بنصور. زي ما انتم شايفين اهو، ده منظر. دي مشاية تانية تقدر تخش جواها. الكباري دي قافلينها ليه؟ طب هم عاملينها ليه طيب لما هي مقفولة؟ يعني ايه الاستفادة؟ انا نفسي افهم. جنينة تحفة طبعا. طبعا تخش فيه منظر كده ديكوريشن، بس ممنوع تنزل تقعد تحت. هم خايفين على الجنينة قوي، يعني لدرجة ان هم اي حد بيلعب في حاجة معينين امن مخصوص للموضوع ده. دي المفروض قناة السويس اهي، عاملينها على شكل يعني ايه ديكوريشن. الدنيا كانت ممطرة النهاردة على حظهم. فبقى فيها مية. ودي مراكب، المفروض مش يبقى في نافورة هنا ولا حاجة. دي مراكب، ودي الفنارة اللي انا صورتها بورسعيد اهي، فنار بورسعيد، بس عاملينها بقى ماكيت. ودي المسارح اللي انا بتكلم عليها. كل ده هنصوره دلوقتي واحدة واحدة، متستعجلوش. بس انا حاسس هنا الجنينة بقى دي زمان كانت عاملة ازاي. الجنينة زمان خرابة. كانت خرابة حرفيا، اتحط فيها مجهود كبير والمجهود باين. يعني الجنينة دي قعدت تتوضب يمكن قرب السنة. تعال نتمشى في الحتة اللي تحت دي. دي مشاية تانية جوه الجنينة اهو. عجباني اوي المشاية اللي وسط النجيلة دي. ده معاكم لحظة بلحظة. دي احلى حديقة في بورسعيد يا جماعة، مجانا 100% بدون اي فلوس. طبعا كل الانوار دي بالليل
نور. بس انا لازم اصور في الميعاد ده عشان كل حاجه تبقى واضحه، لو صورت بالليل اكيد مفيش حاجه هتبقى واضحه. بص بقى الساقيه دي بيسموها ايه؟ طاحونه. وده المسرح. ده زرع. نفسي كنت ابقى اعرف انواع الورود والله، عشان لا مؤاخذة الامن زعق لنا عشان احنا عدينا على الجنين. بص بقى الحته دي، يعني انا شايف ان الديكور ده من احلى الحتت اللي في الجنين. بص عاملين منظر كده اكن نافوره، بس النافوره دي بدل ما نازله بميه نازله بزرع، يعني هي المنظر تحفه. في شجر بقى موجود، الظاهر ان الشجر ده قديم، فهم حاطين عليه لوحه بتشرح الشجره دي من امتى. يعني الشجره دي مكتوب عليها لوحه كده سنه 1935، واضحه في الفيديو. طبعا ده شجر قديم تاريخي، حتى لما جددوا الجنينه ما شالوهوش، ما يقدروش يشيلوا الشجر ده. الشجره دي كمان 15 سنه، كمان 15 سنه يبقى بقى لها 100 سنه. الغي بقى الزوم. ايوه يا والله الجنينه زحمه. في تمثال بقى، انا نفسي اعرف ده تمثال مين. تمثال مين ده؟ هتلاقيهم بقى تعال نطلع دلوقتي. احنا هنطلع على المنصه، اصور لكم بس الطاحونه دي اول. جميله جدا. تعالى يلا على المنصه. ماشي. بس المشاية دي الكعبل برضه، تصدق لو ما خدتش بالك وماشي كده تتفقلس على وشك على طول. بس انا ده شكل الجنينة من فوق. في جامع هنا برضه وضبوه، الجامع بقى شكله جميل جدا، بس عاملين له قبة بقى وشغل، شكله بقى جامد. الأمن هنا موجود في كل مكان طبعا شايفينه. ده تمثال بقى، ده قفاه اهو، قفا التمثال. تمثال مين ده يا ابني؟ رد عليا، مين ده؟ هو تقريبا ده جندي مصري حاجة زي كده، او الراجل اللي عمل الجنينة عاملين له تمثال. تفهم؟ شوف واحد زيه هناك اهو. يعني مش فاهم ده ايه. طب اكتبوا طب لوحة، طيب اي حاجة توضح ده مين الراجل المحترم. مين المزاجنجي ده؟ هو ده اللي فحت الجنينة يعني؟ كهر العادة. ودي المنصة. يا سلام، ما تيجي تقدم لنا عرض كده، قدم لنا عرض كده هنا، نجيب محمود صلاح بس الفيديو هيبوظ. ده عاملين سلة زبالة. ده تصدق تعالى بقى عشان في حاجة جامدة جدا، عاملين تقسيم للي هي القمامة. تعالى كده بص، ننزل بقى من على المنصة. الفيديو ده يعني انا نفسي ما يكونش يعني طويل وفي نفس الوقت يبقى طويل، ما اعرفش ازاي، يعني ما يكونش طويل قوي عشان ما تزهقوش، وفي نفس الوقت في حاجات كتير عايز اصورها. يعني هي الجنينة كبيرة، كل حاجة فيها حلوة. بصوا بقى في صناديق قمامة مقسمينها، انا اول برضو مرة اشوف السيستم ده في مصر كلها. ده دلوقتي ورق، يعني بص كده، ده ورق معلبات مأكولات، يعني دي لوحدها ودي لوحدها دي لوحدها. طبعا بقى دي الريسايكلينج والشغل ده مفيش في مصر الشغل ده يعني خالص حتى الآن، ولكن نتمنى في المستقبل ده يحصل. في حتة كده احنا ما غطيناه، الحمام اهو، ده الحمام يا جماعة. يا سلام، رسم لك السيدات اللي هم البحر السيدات اللي بيخش. ايه ده صحيح يا استاذ؟ ده في طفل مشاغب رسم الرسمة دي. ده شكل طب اشمعنى الرجال ما عليهوش الصور؟ ها لا معروف عاد. لا في راجل محترم قاعد فوق. طبعا عظيم الشعب المصري ده كوميدي. طبعا المية بقى ضربة في الأرض، الدنيا بقى كانت بتمطر. في بقى واحد راجل بقى ايه رايق بقى، روقان، راسم على علبة الكهرباء.
بصوا بقى، تعالى بقى كده الحته دي مسموح نمشي فيها عادي. بص بقى المنظر ده، منظر طبيعي خلاب. ده اسمه الفنان محمد سليمان. والله رسمه عالميه، والله العظيم عالميه. تعالى كده نروح من بره صور بقى شكل المنظر التاني. ده شكل بقى العلبه من بره اهو. اهي ملناش دعوه بالكراكيب اللي مرميه في النص دي. دي بقى مبنى هيئة قناة السويس. ده مبنى تاريخي تقريبا واقف عليه عبد الناصر. ودي لانش اللي هو البحري الصغير ده بتاع بيسموهم ايه، بحارة او حاجة زي كده. محمد سليمان، تحية للفنان محمد سليمان والله. شكل الجنينة من بره يعني ده برضو عشان يبقى شوت. طبعا زي ما انتم شايفين ده سور، مجرد سور بس زينة يعني. السور ده مفتوح، ممكن تخش من اي حتة عادي، مفيش اي تذاكر، مفيش اي حاجة يعني. بصوا الجمال ده كله مجانا. بس يا ريت يا جماعة اي حد يجي المكان ده يحافظ عليه جدا. عايزين المكان ده يفضل كده 1000 سنة، يفضل محافظين عليه. بص عامل ازاي يعني. اتمنى ان كل حد يجي، طبعا قمامة في مكانها، محدش يقطع حاجة ولا يبوظ حاجة. كل دي يا جماعة فلوسنا يعني، دي حديقة مصروف عليها لينا احنا، عشان تيجي تجيب عيلتك تتفرجوا تقعدوا في مكان نظيف. في قطة اهي جميلة معدية. يا عم انت فاكر نفسك حلو من الفرح؟ الفنار ده ولا الطاحونة دي جامدة جدا. انا دايما بقول عليها فنار اللي بطلع. الطاحونة دي جامدة وفيها باب. طب الباب ده لو دخلت ممكن نيجي نسكن هنا. طيب تعال نخش تاني. تعال. ده راجل مزاجه تاني اهو. ده برضو اللي فحت الجنينة. هو لحق يتبهدل يا جدعان يعني. التمثال لسه معمول، لحق يتجرح ويتخدش. هو ماله باصص فين؟ ليه تضرب راجل فنان اللي عامل كده. ثم دي المنصة، وده علم واقف كده لا بيتحرك ولا يمين ولا شمال، هو على نفسه. انا ماليش دعوة بالدنيا. في منصة هنا كمان اهي يعني. في 1 2 حاسب كده 3. دي 3 منصات وعليهم شعار بورسعيد. 3 منصات احلى من بعض. احنا لقينا الكوبري هنا مقفول اهو، معرفش ليه يعني فاتحينه من حتة وقافلينه من حتة. ده منظر الجنينة من اعلى. انا مش عايز الفيديو يطول اكتر من كده، لكن انا غطيت اعتقد معظم الحاجة. سامعين طبعا صوت العصافير بقى، هيناموا يندهوا على بعض. ده منظر الجنينة اهو بالجامع. في ناس بتتصور، مش عايزين طبعا نتعدى على خصوصية حد. احنا بنحاول نصور ايه على قد ما نقدر بدون ما نضايق حد. ده شكل الجنينة بالمنصات. جنينة تحفة يعني. انا هحاول اجي برضو بالليل تاني واصور فيديو. اتمنى تكون الفيديو عجبكم والجنينة عجبتكم. انا من زمان يعني كنت عايز اصورها، بس هي الجنينة اخدت وقت طويل على ما تخلص يعني وتتوضب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، ويكون التصوير واضح كده وحلو. متنسوش طبعا تعملوا لايك وتقولوا لي بقى كومنتات تحت رايكم في الجنينة. لو انتوا عايزين فيديوهات ليها تانية ان شاء الله هنروح بالليل ونصور بالليل كمان. متنسوش طبعا تعملوا اشتراك في القناة لو انتوا مش مشتركين، وتعملوا شير لو انتوا حابين برضو للفيديو. القاكم في الفيديو القادم. محمد القاضي من جنينة فريال. السلام عليكم.